في منافسات كأس العرش، وهو كان مدربا للمغرب الفاسي. قبل أن نعود لتاريخ المواجهات بين الطرفين مع توالي دقائق المباراة والتي كانت توحي بأن المواجهة كانت قوية، نتابع هذه المحاولة والحكم ضربة جزاء. اوي 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 ضربة جزاء. البوادر كانت واضحة قبل البداية، البوادر كانت واضحة قبل البداية. قلت بأنه هذه المباراة لن تخرج عن المعتاد، هذه المباراة ستتغير فيها المعالم، لأنه طبيعة المواجهة بين الطرفين. حموني في مواجهة وجه لوجه مع أيوب الخالقي، وضربة جزاء وفرصة على طبق من ذهب لجمهور الجيش الملكي وللاعبيه. معنويات الجيش الملكي يمكن أن نقول بأنها جد مرتفعة في الآونة الأخيرة. الجيش الملكي لا أقول خرج من الباب الصغير، لأنه لم يدخل لا من الباب الصغير ولا من الباب الكبير، ولكن الجيش دخل كمحافظ على ترسانته من الكؤوس، كؤوس العرش، دخل كمحافظ على ألقابه التي ظلت شامخة وراسية. وبالتالي ففريق الجيش الملكي مرشح فوق العادة للفوز بكأس العرش، ولكن مر بسحابة صيف. هل سيمحيها عبد الرحيم شاكير؟ وجه لوجه مع الحواصلي، شاكير ويسدد والهدف. على السيناريو في الدقيقة الأولى ضربة جزاء أيوب الخالقي في اصطدام مع سعيد الحموني. بداية أكثر من موفقة لفريق الجيش الملكي. قلت بأنه حكاية المغرب الفاسي مع فريق الجيش الملكي هي حكاية تعود بنا لسنوات، فأكيد بأنه الجيش الملكي وصاحب الأرقام القياسية في مسابقة كأس العرش. فالكل يتذكر حينما حرم فريق الجيش الملكي